خوتي الجزائريين، انا جيت كنطلب منكم المسامحه من دوك الفيديوهات اللي درت عليكم، لانني انا تبعت شي وحدين ماشي كلشي، شي مغاربه ماشي رجال، عوض ما يستروا خواتاتهم ويستروا بنات بلادهم تيفضحوا فيهم. لهذا الخوت الجزائريين كنموت عليكم وكنحماق عليكم لانكم رجال. السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي، صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم خوتي راني جايب لكم مجموعه من المراركه اللي راهم يعتذروا من الشعب الجزائري وراهم يطلبوا السماح ويطلبوا المساعده ايضا باش نخرجوا من عندهم الافارقه، وايضا باش يخرجوا من هذه الازمه تاع الجوع والفقر، وايضا راهم يوجهوا رساله قويه للعياشه وللملك تاعهم ميميستا. قعدوا معايا حتى النهايه. قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا لايك وتشاركوا المقطع باش يوصل عدد كبير من الناس، واشتركوا في لاشين وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتابعوني في حساباتي الشخصيه انستغرام وتيك توك ولاباج تاع الفيسبوك غادي تلقاهم في صندوق الوصف ولا في اول تعليق. المهم خوتي كما قلت لكم اليوم غادي نشاهدوا مجموعه عدد كبير من المغاربه اللي راهم يعتذروا من الشعب الجزائري ويطلبوا السماح ويطلبوا ايضا المساعده. في الفيديو السابق اللي شفتوه معايا خوتي اللي كنت ناشره من قبل، معظمكم راكم شايفينه وعاودت سيبريميته، هذا كانوا غير عدد قليل، لكن هذه المره راني بحثت على العديد من المراركه اللي كانوا يسبوا في الجزائر في الاول، والان راهم جايين باش يعتذروا ويطلبوا سماح منا خوتي بعد ما قهروهم بالجوع والفقر وزادوا دخلوا عندهم الافارقه، يعني راهم يعانوا، راهم بيطلبوا السماح للجزائريين وايضا يوجهوا رساله قويه خوتي للملك تاعهم ميميستا وللعياشه خوتي. وقبل ما نبداو نشاهدوا في الفيديو لازم خوتي لايك 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 خوتي باش يطلع الفيديو كامل الناس يشوفوه ويعرفوهم على حقيقتهم. تابعوا معايا الفيديو. ملي كنت نعاير في الجزائر وكنعاير في الشهداء اللي كنعاود نقولها يا ربي سمحوا لي، لا ما سمحوش ليا ما عنديش فين نحط راسي، كحلتها مع ربي كان كل شيء برافو على كيصفقوا. وملي تطلع عز وجل وبغيت نخطع ليا طريق الفتنه، والشكر لبعض الاشخاص اللي هما اللي نبهوني وردوا لي عقلي، كل شيء ناض ضدي، شي دارني بعت الماتش، شي دارني مشراني تبون، شي. وتحيه الجزائر وتحيه تبون وتحيه والناس ديال الجزائر وتحيه كل العالم الجزائري، لقيتهم ناس اطيب خلق الله عكسكم نتوما، كنتو باغيين بيا على المضره، باغيين ليا على طريق السوء، باغيين ليا طريق الشر والفتنه، تنوضوني نعرف يبطلوا وتصفقوا ليا، استفدت منكم من غير الذنوب. اللي بغيتو تقولوا قولوا، خليت لكم الله وياخذ فيكم الحق. والله لا عاود عيرت شي جزائري، قسما بالله العلي العظيم بما نعاود نسب شي جزائري، وكنعتذر من دولة الجزائر كامله واي جزائري فوق الارض، كنعتذر منه وكنطلب منه السماحه بالقلب البيض والقلب الصافي. سمحوا لي اخوتي كنت غلطت في حقكم وكنت كنسب فيكم كل نهار، سبيت لكم والديكم، سبيت لكم جدودكم، سبيت الشهداء الله يرحمهم في هذا النهار هذا. سمحوا لي اخوتي بالقلب البيض والقلب الصافي. وكيف ما حنا عندنا غيره على بلادنا وما كنحملش يسب لينا بلادنا، راه نتوما خلقكم الله وانتم عندكم غيره على بلادكم وانتم غتدافعوا على بلادكم. انا اللي غنقول لكم اخوتي هو مسامحه دنيا واخره. انا مابقيتش غادي نجبدكم وسير الله يسر الامر ديالكم، وانا كندوي على نفسي وكنمثل نفسي، ما كنمثل حتى شي واحد اخر. انا كنقول لكم اسمحوا لي، اسمحوا لي، تهلاو ديال فراسكم. اولا حنا كنشوفوا في هذا الشعب المذلول، شعب المغرب، شعب العبوديه، الشعب اللي ما بغى يتحرك، شعب ياكل من الاسباب، شعب البطاطا ما يقدر يشريها. يا حسره يا حسره كي يقولوا لك الاخوه الجزائريون، يا حسره يا حسره، المعطيشه ما يقدروش يشريوها، الغلاء. فينكم يا اصحاب البنان اللي كنتو كتقولوا بان راه البنان عنا، كنتو كتحزوا الجزائريه، راه عندنا البنان حنا شايط، راه عندنا هادي وهادي. فينكم يا العياشه المذلولين؟ فينكم يا الشعب المذلول، يا الشعب اللي ما عنده قيمه، يا الشعب اللي يركع من غير السجاده ومن غير الله؟
فينكم يا الشعب المذلول، الشعب المغرب، الشعب الذل والعار. عندنا البنان حسن من الجزائر، حسن. النظام الجزائري يتميز عن النظامين المغربي والتونسي باستمراره في الوفاء للقضية الفلسطينية والصرامة في هذا الأمر، ومنع التطبيع والصمود في وجه الاختراق، والسماح للفلسطينيين بالتحرك الذي أصبح الآن ممنوعا في السعودية، بلد الإسلام الأول، والذي كان يتظاهر دائما بالتعاطف مع القضية الفلسطينية. التفت النظام السعودي مؤخرا بعملية غدر لكل الفلسطينيين المقيمين منذ 40 سنة في أرض الحرمين الشريفين، ويجمعون التبرعات على عين الدولة وبتنسيق مع المخابرات السعودية، ثم أخذوهم على حين الغرة، اعتقلوهم واتهموهم بتمويل الإرهاب وتمويل حماس. في الجزائر ما زالت التبرعات تجمع علانية، وما زال الغزو للسلع الإسرائيلية شبه مستحيل إلا ما مر 60 لفة. نحن عندنا للأسف نقولها بكل صدق أكبر شكل من أشكال تعنيف، تهميش. راه فريمون ولينا دابا عاد زدنا تأكدنا على أن الفساد ما عادش في البلاد وفي جميع مؤسسات الدولة، والكل متواطئ مع الفساد. وكنقول لكم هذا المنبر، راه بنادم غادي يضرب عن الطعام، وغادي نزيدو نديرو اعتصامات، مدينة الرباط، مدينة الدار البيضاء، أكادير، مكناس، فين ما بغات توصل. فاخرتها حنا قلنا لكم الموت ولا المذلة. دونك ديروا اللي بغيتو، صيفطوا اللي بغيتو، ضربوا، هرسوا، بعد حنا اون فان دو كونت غادي نموتوا شهداء، غنموتوا حنا كنقولوا كلمة الحق، وساكتوا على الحق شيطان اخرس. ولكن هاد الناس راه بزاف، راه ما احترموا لا المعاهدة الدولية، ما احترموا لا قوانين، الدستور ينتهك على ولا مجيب، التعدوا، الناس كلشي كيغوت. وهاد عباد الله المسؤولين، ما بغيت نقول لكم غير المنصب ديالكم راه تكليف ماشي تشريف، ما ديرش خدمتك. هاد المره ما خصنيش نخرج نعتصم، هادي اخر اعتصام غادي يكون من طرف الشعب المغربي، حيت غنحيدوكم كاملين واحد واحد، غطيحوا وغتحاسبوا. شهادتكم شهاده هاد الطلبه هادو، حنا غير طلبه قرينا. قال لك شافوا الملك في القمر دوزناها، ولكن شنو هاد الشهاده؟ سمعوا خونا شنو كيقول. الطيارة العسكرية دي سي 3 اللي خطفات اللي هزات محمد الخامس وولادو الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي عبد الله، وهي غاده في السماء، وهي غاده في السماء سالة لها المازوت ديالها، الكيروسين فيها التم، وكانت غاده تطيح في السماء. موينتي اش غنديرو ما نديرو. الشريف العلوي السلطان سيدي محمد بن يوسف غادي يمشي للريزيرفوار، غادي يلقاه خوا وكحوال وقطره ما بقاش فيه. اشنو دار؟ قال بسم الله ودفل في الريزيرفوار، وبالبركه ديال جدودو عمر داك الريزيرفوار بالكيروسين. الريزيرفوار عمر على الفم، وفرح البيلوت وكملوا طريقهم في سلام، وما ماتش محمد الخامس. اللهم الخليج نمشي لبرا احسن ليا، مبغيتش انا المغربي والو مبقيت بغيتوش. اللهم الخارجيين ولا المغاربه ديالنا ما في الدم والو، حنا ضايعين، ما عندنا حتى شي حاجه، ما كيقدمك والو، اي حاجه ضايعين فيها. المغاربه راه والو ما عندهم حتى حاجه. حنا نفطروا بالخبز ونتغداو بالخبز ونتعشاو بالخبز. انت وحده النهار ديالي معمرنا براد تاعتي وكنضرب في الخبز والزيت، وانت الزيت هو راه غالي عليا. هادشي راه كثير، لا اله الا الله محمد رسول الله. اللي كيهاجموني نقول لك قلبتوا الفيستا. الا كان عندكم ضمير وكنتوا تفكروا بالحقانيه، قولوا واش من حقي نقلب الفيستا ولا لا؟ واش انا اللي نعاير جيراني بالطوابير وهما اللي داروا الطابور فلوسهم في جيبهم يمشيو تيخلصوا؟ اما حنا عيالاتنا ماتوا على الدقيق، شهداء الدقيق. نهار جاتهم من السعوديه، علاش انا تنهاجم في جيراني وسمليون ما ديالي جوج مدينات كتمتع فيهم كيف ما بغات، وانا ندير لها الخاطر؟ علاش انا نهاجم جيراني وانا بنات بلادي غاديين كيكرفصوا فيهم السبليون اللي واكلين لينا مديناتنا، وغاديين بهم يتناتوا مع بعضياتهم على البلاصه باش يمشيو يقطعوا الفراوله. نجي نهضر انا على الناس وانا في حاجه راشي، ندوي انا على عباد الله وانا مخورة فيهم نقعد عايشه في بلادة الناس. بيني وبين الجزائر 15 عام، هذه 15 عام كلشي كاين.
ديك الهضره البنان ما كاينش، انا عمري ما شفت البنان ما كاينش، انا ديما كنشوف البنان غير محطوط. قال لك الطوابر ما بانوش. لا شنو هي الطوابر؟ ما بانش شادين الصف باش ياخذوا الحليب والخبز. ما كاينش داك الناس ما عارفينش وغداويين. انا نعاود نقول لكم انا عشت في ديك البلاد عامين، عمر ما وقع لي شي مشكل مع شي حد حقرني ولا عايرني ولا حشا ليا الهضره ولا داك الشيء بيني وبين مونا بين مرا وراجلها كانوا مزوجين. ولكن عمري ما حطيت رجلي في الزنقه ولا مشيت تعشيت في شي ريستورون ولا دخلت في شي ريستورون وكيعرفوني مغربيه حيت ملي كنهضر كيعرفوا هما اللهجه ديالنا كيعرفوني مغربيه. عمر شي حد ما خنزر، عمر شي حد ما قال شي نص كلمه. السلام عليكم، انا مليكه من المغرب، الدرمه ديالي كبيره بزاف. بغيتو الليله 700 درهم وشتوني حاجه حلوه وكذا وبتنبسطوا بزاف. ترى السعوديه اشرف منك، ها؟ السعوديه ربة رجال، ربة علماء، ربة وزراء، ربة شيوخ. فقط وانا هضرت يا اخي الشرطي والاخ اللي كان هنا هضرت بكل حرقه، ولكن لا مشروع لا مشروع. انا مدعياتي واقف بنفسك كما فعلت للاستاذ ويتحزن بنفسي. خويا السلام عليكم، انا بغيت نعطي الكلمه ديالي على الشعب المغربي كامل. اللي احنا وصلنا للعظم. 50 درهم كانت كتجيب لنا قفه، دابا 50 درهم كتجيب لك 2 كيلو بصله، ولا ما كنوصلوش ل 2 كيلو، ما بقيناش نجيبو 2 كيلو، كنجيبو كيلو. مطيشه ولا كنهزوها بنص كيلو، كنا كناخذوا 3 كيلو مطيشه ب 10 دراهم، كتوصل دابا تجي نص كيلو ب 10 دراهم ولا كيلو ب 10 دراهم. راه بزاف، راه حنا تقهرنا، راه بنادم راه ما بقاش قادر، راه علينا صابرين على بزاف الحقوق، ولكن حتى الحق كرشنا ولادنا بقاو بالجوع حدانا، ما يمكنش. راه بزاف، راه خصهم يشوفوا فينا، راه خصهم يشوفوا في الشعب، راه الخيرات عندنا في بلادنا. حنا ما تقارنوناش بدول واحد اخرين، حنا عندنا البلاد، حنا بلادنا فيها الخيرات، حنا كنعطيو لوجهه واحده اخرى يعطيونا خيرنا يخليوه لنا يحن في الشعب. والدراري ما بقاوش باغيين يتزوجوا، قال لك خصي انا ملي غنشري قرعه الزيت مسوخه بحال هادي ب 10 دراهم اش بقى لي من الزواج؟ وراه هذه هي اللي غتولي مرتو دابا، راه ما بقاش المراه اللي غتكون الزوجه ديال الدار غنسميو قرعه الزيت اليسير، غنسميوها الزوجه المستقبل. كاين صحابك نوريك شكون انت ونوريك شنو غتولي. كاين عباس خطر، حميده لانبا، المزقيطي، النفاتي، الزوينين، والعوج العنقره، والقصاره، حميده لوريد، عباس لوتد، الفن، الجلالي الخطر، هو كيبري عباس لانبا. اي والدراري كعارف وجا الحبس هادو على الدراري من قيلاته. منين انت صاحبي؟ انا من وين؟ هذا الشيخ. انت من وين؟ انا سولتك جاوبني. من وين؟ انا سولتك جاوبني. خاصك صاحبي نضادر لودنيك. احنا يا الشواكر تاعكم. انا دابا ما خاصك. هو الراي جزائري من مدينه بالعباس الجزائريه. هاد الملف مطوي خوتنا المغاربه ما نبقاوش نضحكوا علينا الناس ونبداو نسرقوا شي حاجه اللي ماشي هي ديالنا، لان اليوم باش نولوا حنا كمغاربه نولوا نتكلموا على فن الراي بانه ديالنا هو ماشي ديالنا، اذا خاصنا نعيدوا النظر. حنا كل هذا اشكاليه، حنا كل شيء ولا ديالنا، غنشوفوها عاد ديالنا اللي ماشي ديالنا عندنا فيها النص، واذا نكونوا شويه موضوعيين، لاننا حنا اليوم ولينا مسخره امام الاخر. اليوم الراي تعرفوا الجميع بان الراي ديال الجزائر، العالم كامل تعرف الراي، تعرف الشاب خالد، مامي تعرف. الا سولت الاخ دابا الاخ اللي صديق ديالنا غيقول لك الراي راه ديال الجزائر، اي مغربي سولتيه غتقول لي الراي ديال الجزائر. اذا هذا الموضوع نسدوه. اما بالنسبه للكسكسي او بالنسبه للقفطان او بالنسبه للجليج فهو في الجزائر
كل بلاد عندها طقوسها، عندها ثقافتها وعندها التقاليد ديالها وعندها الفن ديالها. لهذا نسدوا هذا الموضوع ونطويه، وفي الاخير خاوه والى المغاربه حنا ما عندناش كرامه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن اخوتي. والسعد المجرد اخوتي ارتيست اليوم تم الحكم عليه ب6 سنوات اياه، لان دوك الناس عندهم السيستيم والثروه من حقهم يحكموا عليه. ولكن على السياح الاجانب السواعده الخليجيين كلهم كيجوا كيمرمدونا في المغرب وكيمرمدوا بناتنا في البلاد وكديروا لهم الصراح كتصيفطوهم لبلادهم. وحنا ولد بلادنا حتى واحد ما هضر عليه، حتى واحد ما عقل عليه، رغم انه يستحق هذاك السيستم الثروه ديالهم انا معاهم فيه. ولكن علاش الاجانب ما كيطبقش عليهم بلادنا؟ علاش كرامه المغربي ما كايناش اخوتي؟ حنا ما عندناش كرامه. نحيدوا من هذا الموضوع هذا اخوتي. علاش اخوتي لي زالجيريان هما يجيو لعندنا ونعطيهم لي تيران ونهزوا لهم ضرب القوات ديالهم ونكبروا بهم، وحنا باش نكونوا غاديين عندهم نهبطوا في تونس في قرطاج وندخلوا على علاش؟ حيت شكون اللي داير هادشي؟ داير الحكومه ما كتعتبرش الشعب المغربي. الكرامه ديالنا ما عندناش تقاسينا فيها، تقاس الفنانه، تقاس كلشي حشومه عليه. كل الجزائر خايب كره شحال هادي اعلن عليكم الحرب، عندهم القدره العسكريه باش يهزموكم، ورغم ذلك ما اعلنوش عليكم الحرب، ثم كتقلبوا عليها بيديكم. وانا كنقول لكم من هنا لان من التجربه العسكريه ديالي البسيطه راه باينه، راه كلشي باين. راه الجزائر الجيش الجزائري في 48 ساعه، في 48 ساعه كنقولها لكم من هنا، 48 ساعه ولا يمكن اقل غيكونوا شادين الرباط، شادين يعني وإلا شدوا الرباط راه شدوا البلاد. الوغ اخواتي اخواني انا كنقولها لكم وكنعاودها، المخزن فتح على راسو ابواب جهنم، فتح على راسو صندوق بندورا، وما ادراك ما صندوق بندورا. والجزائر هذه المره ما غاديش يسمح ليه. الجزائر راه سمح ليه مره وجوج وثلاثه واربعه وخمسه، كنظن هذه هي السادسه. هذا هو الخنجر السادس اللي كيخشوا ليه. اش بغيتو عند دين امي؟ هما فوتوني المغاربه كحال الراس، فوتوني بغيتوني نجهر عليكم ونبدا معاكم في الحرب. الناس هادوك مخلقين مأدبين ملتزمين محترمين كيدافعوا بشرف، دافعوا نتوما بشرف على بلادكم. عمركم شفتوا جزائري كيعرف بنت بلادو؟ عمركم شي جزائري كينصب على بنت بلادو؟ عمركم شي جزائري كيشد لبنت بلادو التصور ديالها ويهددهم بيها؟ هادشي لقيتو عندنا حنا. اذا انا ماشي منكم، غتبدل الجنسيه غنولي جزائريه. عطوني التسع، فوتوني. النفاق راه هو اللي عندكم، انا بعثت عليكم على نفاقكم. اماتكم اللي كيجبدني ما كنعممش، اللي كيجبدني خطاوني تربحوا. انا ديروني اللي بغيتو، انفصال يا خاين قولوا اللي بغيتو. ها ما تصوروا من هادي فيكم النفاق. علاش بعدت عليكم؟ ماشي انا اللي منافقه. شوفي اختي نجيك من الاخر، الحق يعلى ولا يعلى عليه. هادوك الناس ردة الفعل ديالهم بسبب الكبير والصغير، اللي قليل شانو اللي كبير شانو. زيدون ما عمر شي كبير شان ما كيدخل التيك توك، غير اللي قليل شانو معدو ما يدار هو اللي كيدخل ليه. اللي ناض كيحل البوط يبدا يغسل فيهم في اليدين والرجلين. ها الطوابير، ها القراغيله، انا ندير الشهاده. ما كنحترموا لا الموتى ولا الحيين. اشنو بغينا ما بقاو حاطين ايدهم على خدهم يتفرجوا فينا ويسمعوا لينا؟ وهما راهم من الناس اللي نفسهم نفسوا عزت نفسهم عزه، ولكن كان غارانتي لك بانهم من اطيب خلق الله. الجزائريين من اطيب خلق الله، والدليل على ذلك انني انا بدلت الخنز ما خليت ما قلت. ونهار طلبت الاعتذار لقيتهم الباب الكبير والقلب الحنين واليتم بالصوته بالمسامحه. حنا خصنا نأدبوا روسنا باش يفوتونا. خوتي الجزائريين، انا جيت كنطلب منكم المسامحه من دوك الفيديوهات اللي درت عليكم، لانني انا تبعت شي وحدين ماشي كلشي. شي مغاربه ماشي رجال، عوض ما يستروا خواتاتهم ويستروا بنات بلادهم تيفضحوا فيهم.
لهذا الخوت الجزائريين كنموت عليكم وكنحماق عليكم لانكم رجال. ما تتفتحوش بنات العائلات ديالكم والعيالات ديال الجزائر دائما هازين برايه الجزائر. وتنقول الله الملك الوطن، ديما عاش الملك. ولكن شي قروضه عندنا شي مغاربه راهم ماشي رجال. لهذا انا جيت بغيت ندير اللايفات معاكم، بغيت انا نخارط معاكم نتوما جزائريين، ونتمنى شي جزائري نتزوج به. الا كان شي ولد الناس مرحبا به، لاني خاصني نتزوج جزائري يسترني ماشي مغربي يفضحني. وكنقولها انا دابا، واللي بغى يسمعها ولا كانت التلفازه غتسمعها ولا تا الجرائد يسمعوها، ما كاينش رجاله في المغرب. وانا كنقولها شخصيا ديما فين ما نمشي كنقول اش هاد الفوضى، ما كاينينش رجاله. فين هما الرجاله؟ لا رجاله لا عيالات. تبعوا المظاهر وتبعوا الفلوس وخلاو البلاد وخلاو الشعب ضايع. الشعب ضايع ولا خاص الشباب ضايعين تا هما، ما لاقين فرص العمل، ما لاقين فرص الترفيه، ما لاقين، يعني ما كاين والو. يعني الناس اللي هما المسؤولين الكبار، ويمكن لي نهضر معهم وما كنخاف من حتى شي واحد، المسؤولين الكبار اللي هما عندهم زمام الامر ديال هاد الدوله هادي، فهما كيشوفوا ريوسهم وكيشوفوا واش يخليو لولادهم، واش يكنزوا لولادهم وما عندهم سوق. وقعت من المغرب على 100,000 قطعه. رساله الكل من كيدعي انه وطني وان الجزائر بلد كذا وكذا 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 ولا تشرف. انت ولا انتي اللي عندك هذه الفكره خاصك تمشي تداوي راسك، عندك انفصام في الشخصيه، حيت ما كيهضرش شي حد وما كيكريتيكي شي حد غير اللي مضرور من جهته. واش حنا كنموت على شي حاجه سميتها الغناء الجزائري، نقلدوا هضرتهم، نقلدوا لبسهم، ونوضوا نهضروا فيهم. حنا راه ضارينا وماركين لينا على المراره. حيت كون ما كانوش ماركين لينا على المراره كون ما غاديش نعمروا روسنا بهم وما غنهضروش فيهم. ونتحداكم ما تهضروش فيهم وشوفوهم هما واش غيجبدوكم. والله ما نظن يجبدوكم ولا يتفكروكم ولا تطيحوا لهم في البال. حنا ما كرهناش كوبي كولي منهم نهضروا فيهم. او اتقوا الله، او انفصام في الشخصيه. راه دار لي واحد التعليق ديال واحد ولا وحده كتبوا لي واش دير راسك القرعه. بغيت نعرف علاش تبركوني على القرعه، علاش؟ حيت قلت الجزائر اخوتي، ولا حيت قلت لكم براكم من النفاق وبراكم من الاسترزاق على ظهر القضيه الوطنيه. اش من دستور مكتوبه فيه القرعه؟ بغيت نعرف من اش من قانون واش من مناسبه واش اللي درت. خاصني نكون منافقه بحالكم. الجزائر ما عندهاش جليج، الجزائر خونتين الكتكتو، الجزائر بحال الجزائر جات من كوكب المريخ. ما هي دولة، ما هي بلد سيادة. لا ما نقولهاش. مرحبا بالقرعة، نبرك على القرعة، مرحبا. واش بغيتو ندير الجزائر معدومة ونبقى نضرب لهم في الارض ديالهم، اولا نبرك على القرعة. هو راه عذاب الله اكبر، وانا ما نقدرش على عذاب الله. اما الدنيا فايته. تحيا الجزائر. السلام عليكم. والله حنا بغينا هذا الحدث اللي انت دابا كتجري هنا مع هاد الناس، بغيناه يوصل لجلاله الملك. سمعتيني؟ حنا بغيناه يوصل للراعي، راعي المغرب، راعي امير المؤمنين، هو اللي يسمع هذا المساكن. اسمعنا خويا، دور الكاميرا، دور الكاميرا. خليه يكمل. احنا معاك على المباشر. انا كنتحمل مسؤوليتي في كل كلمه قلتها. علاش؟ لحقاش محقورين، الراي ديالنا ما نسمعوش، مهضومين الحق. الرأي ديالك دابا حاليا طالعين معانا دابا 949 الناس. شوفونا خويا، خليني نهضر. شوفوني انا خويا راني بنت البكالوريا وراني ديبلوم اتيستاسيون، فهمتي، تكنيسيان وجيتي دو لونتربريز 100 سيفيل دافعه، ما خداماش هجاله، وعندي بنت ما كاينش اللي يصرف لي عليها الا ما خدمتش بدراعي. دور الكاميرا، دور هاد البنيته الصغيره هادي. لما واش هادي غتصبر على الغلاء؟ هادي ناكلو هادي ب 10 دراهم اخويا، هادي غاليه، انا ما ناكلهاش. هادي راه كنشوف راسي في عمري 21 عام وما درتش
ولاد ما معاوناني بوالو. امي هي اللي كتصرف عليا في عمرها 60 عام، هي اللي كتصرف عليا وكتقول لك كل عشا الملك، وعشا مويتي اللي كتصرف عليا الملك تعطيني شي القزدورية المملكة المغربية الشريفة. شنو زعما شريفة؟ والروينة شنو شريفة؟ خليك شريفة شنو شريفة؟ المغرب دوز ديال تايلاند في السياحة الجنسية شنو شريفة؟ الصواريخ المارينيين ما عندش المغرب وحده. المغرب ما عنده حتى شي طياره ديال اسبانيا اللي داكشي اللي عندها، وبلا ما نقولوا المجلس الاوروبي الناتو. المغرب راه اخر رايد العالم الثالث عايش على الدعاره وبنات، وعنده الصواريخ ديال بناتنا في السعوديه. الصاروخنا ديال جميله الشيخ، الصاروخ 14 15 في الامارات، الصاروخ 17 18 في الكويت، الصاروخ خديجه الزوينه في الكويت. ها هو الصواريخ ديالنا حنا والسلاح، هما الدريات ديالنا في الخليج والمجامر. شبيك لبيك شمهاروج ضرب طياره اش عندنا حنا؟ الجزائريات والجزائريين ناس من أجمل وأكثر الشعوب اللي ممكن الواحد يتسند عليهم. الجزائريات أيام كورونا كان عندي جارة جزائرية وكان عندي أصدقاء جزائريين، ناس ما شاء الله على مستوى من الوعي من الثقافة، ناس اللي هم رجال تبارك الله عليهم. فتحية للجزائريين. أنا دائما كنقولها، أنا وحدة لا أفهم ولا أفقه في السياسة شيء، لكن أنا من معاشرتي للجزائريين والجزائريات في بلاد أخرى ناس في قمة الفخامة، في قمة الأخلاق، ناس رجال تبارك الله عليهم. المهم خوتي كيما شفتوا معنا معظم المراركه اللي كانوا من قبل يعايروا في الجزائر يشتموا في الجزائر، الان راهم رجعوا يبغوا الجزائر خوتي، يعني راهم رجعوا يدافعوا على الجزائر ضد العياشه خوتي، راهم يطلبوا السماح من الجزائر ويطلبوا الاعتذار من كامل الجزائريين، وايضا يطلبوا المساعده من الجزائريين. يعني هادو المراركه في السابق بالامس فقط كانوا يعايروا فينا وكانوا يشتموا فينا، والان بنا لهم احنا خاوتهم وتفكروا باللي احنا جيرانهم وخاوتهم. هادو هما العياشه، راكم تشوفوا خوتي وامامكم وبالدليل خوتي، هادو كانوا في السابق يعايروا فينا خوتي، والان ولينا خوتهم. في السابق كانوا يقولوا باللي اليهود هما خوتهم، ما كانوش يقولوا باللي الجزائريين، كانوا يقولوا باللي الجزائريين نتوما ماشي خوتنا ونتوما اعدائنا، واليوم عاودوا داروا في كلامهم وقالوا باللي نتوما خوتنا. علاش؟ لانهم قهروهم، الملك تاعهم يميستا قهرهم بالجوع، قهرهم بالفقر، وقهرهم بالافارقه اللي دخلهم عندهم. ما لقاوهم يديروا خوتي، قالوا ندوروا ماشي الجزائر شويه نعتذروا منهم بالك يسمحونا ويخلونا ندخلوا عندهم. بصح مستحيل باش الجزائريين يسمحوا للناس اللي تلاكم نتوما. البارح نتوما كنتوا تسبوا في الشهداء، كنتوا تسبوا في بلادنا، في الشعب تاعنا، في الجيش، ما خليتوا والو، واليوم راكم باغيين ننسوا كل شيء ونسمحوا لكم. مستحيل باش حنا نسمحوا لكم، وامبوسيبل باش نولوا حنا خوتكم. هذه ما كانش كاع وما غاديش تصرى، وطول حياتنا ما غاديش نولوا خوتكم. نتوما عياشه تبقوا عياشه. البارح كنتوا تهضروا، كنتوا تسبوا، كنتوا تشتموا، كنتوا مطلعين المحتوى تاعكم غايبين حنايا. الان اقعدوا كيما راكم، ما عندنا ما غادي نديروا لكم، وما عندنا باش نساعدوكم، وما عندنا وين نسامحوكم. اسمح في دار القاضي واسمح نتلاقوا عند ربي ان شاء الله غدوه. بالنسبه لهذا اللي راكم تقولوا فيه الان وسمحوا لنا وولوا خوتنا، امبوسيبل ما كاش كاع منها. راكم مطبعين مع اليهود، روحوا عند اليهود هما اللي يعاونوكم، هما خوتكم تاع الصح. حنا ماشي خوتكم، حنا خوتنا الفلسطينيين، خوتنا المسلمين، خوتنا احرار، ما خوتناش العياشه اللي يعبدوا الملك ويبوسوا له ليديه وكرعيه. حنا خاطينا هذوك الناس، حنا ما نعرفوهمش. نتوما صحيح راكم حدانا بصح ما تقدروا تقربونا، ما تقدروا تفوتوا الحدود تاعنا. روحوا للجهه الزوجه من هي ودبروا على ناس اخرين تصاحبوا نتوما وياهم ولا ديروهم خوتكم. بالنسبه لينا نساو باللي كاين جزائريين جيرانكم ولا جايين حداكم، ونساو باللي كنتوا تسبوا فينا، ونساو باللي طلبتوا منا السماح.
امبوسيبل ما غادي نسامحوكم، امبوسيبل ما غادي نولوا خاونتكم من جديد، امبوسيبل حنا الجزائريين باش ننسوا نتوما واش درتوا في الجزائر وسبيتوا الشهداء تاعنا وسبيتوا الجيش ودرتوا كاع هاد الصوالح، ما غاديش ننسوها، غير قلعوها من ريسانكم، وهذه تاع خاوه غير قلعوها من ريسانكم، حنا ماشي خاوتنا نتوما، حنا خاوتنا الفلسطينيين، هذا ما كان. المهم كيما شفتوا خوتي، هادو هما معظم العياشه اللي كانوا في السابق يسبوا فينا يشتموا فينا وايضا كانوا يهضروا على بلادنا بالسوء، اليوم راهم جايين يعتذروا منا. في السابق الفيديو اللي سبريمي تاع خوتي اللي شفتوه معايا من قبل ما كانوش فيه كامل هادو العياشه، كانوا فيه فئه قليله، لكن الان في هذا الفيديو راني جبت لكم تقريبا كامل اللي كانوا يهضروا في الجزائر ويسبوا في الجزائر ويشتموا في الجزائر خوتي، راهم هنا ويعتذروا ويطلبوا السماح منكم. انتم خوتي ثاني تقدروا تردوا عليهم في التعليقات، كل واحد ويعطينا رايه في التعليقات خوتي، يعني ردوا عليهم كيما راكم باغيين تردوا خوتي، ماشي كيما راني باغي انا ولا اي واحد، كيما راك باغي انت ترد عليهم رد عليهم في التعليقات. وعلى بالي بلي كامل الجزائريين ما غاديش يسمعوا في حقهم وما غاديش يتسامحوا مع هادو الناس العياشه، يبقوا عياشه ويبقوا دائما عباد، وحنا نعبدوا الله وحده لا شريك له، ما نعبدوش حتى انسان من غير الله، هما ماشي كيفنا وحنا بعاد عليهم بزاف، حنا خاوتنا الفلسطينيين هذا ما كان. المهم ما تنساوش خوتي في الاخر باش ديروا لايك خوتي وتشاركوا المقطع باش يوصل عدد كبير من الناس. بلا ما نوصيكم خوتي لازم يوصل كامل الناس هذا الفيديو باش يعرفوا شكون هما هادو العياشه اللي كانوا بالامس يسبوا فينا والان راهم يطلبوا الاعتذار وجايين يدلقونا من تحت لتحت خوتي باش يعرفوهم على حقيقتهم خوتي. وما تنساوش ايضا باش تشتركوا في لاشين وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، تشتركوا ايضا في لاشين الزوجه بلا ما تنسوا خوتي باش نبداو نحطوا فيها لي فيديو وايضا نبداو نعملوا فيها لي لايف خوتي. وايضا تابعوني في حساباتي الشخصيه انستغرام وتيك توك ولاباج تاع فيسبوك غادي تلقاهم في صندوق الوصف ولا في اول تعليق. ونلتقي في الحلقه القادمه، الى اللقاء.